لو بترضعي وبتصومي محتاجة تعرفي الحاجات دي. 3 حالات يُفضّل إن أنتِ ما تصوميش فيهم. أول حاجة لو البيبي أصلًا under weight أو اللبن بتاعِك قليل ومش بيشبّع، في الحالة دي يُفضّل إن أنتِ ما تصوميش عشان خاطر الصيام بيخلّي اللبن يقِل أكتر، فده طبعًا هيأثّر على وزن البيبي وهيأثّر على صحته. تاني حاجة لو الحمل بتاعِك كان صعب أو أنتِ جسمِك أصلًا ضعفان أو الضغط بتاعِك مش متضبّط وبييجي لِك هبوط كتير وبتتعبي، يُفضّل برضه إن أنتِ ما تصوميش علشان خاطر صحتِك طبعًا أولًا وصحة البيبي. تالت حاجة في ناس بتنوي إن هي تصوم وتدخّل لبن صناعي حتى لو البيبي كان بيرضع كويس، وده طبعا ما يفضلش مادام ربنا كرم برضاعة طبيعية ان احنا ندخل لبن صناعي مجرد ان احنا نصوم. اعرف منين اذا كان اللبن فعلا قل والطفل متاثر بالصيام والرضاعه بتاعته مش متظبطه؟ من 4 حاجات. اول حاجه لما الاقي البيبي اليورين بتاعه بيبقى قليل وان هو مش بحتاج ان انا اغير له دايبرز كتير، فده طبعا معناه ان هو مش بيدخل له لبن كافي او سوائل كافيه لجسمه، فبقدر اعرفها من عدد المرات اللي انا بغير فيها الدايبرز بتاعته اذا كانت قلت او لا. تاني حاجة بتتأثر هي الستول بتاعه، وبلاقي ان هو بيجيله امساك اكتر وبيقعد كذا يوم او مدة اطول من الطبيعي ان هو ما يعملش ستول. تالت حاجة بلاقي ان هو بيعيط كتير جدا وبيزن زيادة عن اللزوم، وحتى لما بيرضع بلاقيه ان هو بيعيط اثناء الرضاعة او لما وقف رضاعة بلاقيه ان هو مش بيشبع. ده معناها ان اللبن قليل جدا ومش مكفيه وان هو فعلا بيبقى جعان واللبن قل. اخر حاجه ودي طبعا ما يفضلش ان احنا نوصل لها، ان بنلاقي ان البيبي وزنه ابتدى يقل ووزنه اتاثر بسبب عدم الاكل الكافي. طبعا في الحالات دي يفضل ان احنا نوقف الرضاعه وناخد بالرخصه اللي ربنا مديها لنا ونعوض الايام دي بعد كده. لو انا بقى اللبن عندي تمام والطفل بيرضع كويس وكل حاجه متظبطه وناويه اصوم، دي شويه نصايح علشان اخلي الرضاعه احسن واخلي صحتي احسن اثناء شهر رمضان. اول حاجه وجبه الفطار بتاعتي لازم تبقى وجبه متكامله فيها كل حاجه، فيها بروتين عالي جدا، فيها دهون صحيه، فيها نشويات وخضروات. تاني حاجة لازم طبق سلطة كل يوم سواء على الأكل أو از سناك. تالت حاجة ودي يفضل إن أنا أقللها سواء إن أنا بصوم أو لأ، وهي الحاجات اللي فيها كافيين أو الحاجات المضرات للبول زي الشاي والقهوة وبتخلي الجسم يفقد سوائل كتير ويزود العطش. رابع حاجة وجبة السحور مهمة جدا 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 وما ينفعش أبطلها أو إن أنا آكل حاجة خفيفة صغيرة وخلاص، لأ لازم آكل وجبة سحور برضو متكاملة يكون فيها دهون صحية وفيها بروتين عالي ويكون فيها زبادي. كمان ان انا اشرب سوائل كتير قوي. طبعا السوائل مش عباره عن صودا او عصاير، لا ان انا اشرب ميه كتير واشرب حاجات سخنه كتير زي اليانسون والحلبه، وان انا اكل تمر بلبن مثلا، وكمان ان انا ازود الاكلات اللي هي المرطبه اللي بتحافظ على نسبه الميه في الجسم. محتاجه كمان ان انا اقلل الموالح والحاجات الحادقه والحلويات عشان كل ده بيزود نسبه العطش في الجسم وبيقلل اللبن اكتر. لازم كمان ان انا اخد فاكهه كل يوم، فواكه اللي فيها ميه كتير وبترطب الجسم، وكمان اكل مكسرات واقسم الوجبات بتاعتي ما بين الفطار والسحور، ان انا اخد مثلا فطار وسحور واخد 2 سناك ما بينهم. اخر حاجه ان انا اخد الفيتامينات بتاعتي خاصه الكالسيوم وفيتامين دي اخدهم بشكل مستمر. لو عجبك الفيديو بليز لايك شير اند سبسكرايب.